هاي الكيكة إذا جربتوها مرة رح تصير عندكم إدمان. قطنية هشة اقتصادية، ولا أروع ولا أسهل ولا أطيب. بهذا الفيديو رح تقولوا وداعا لفشل الكيك معي، رح أعطيكم كل أسرار نجاحه لحتى يطلع معكم بهذا الشكل، ولا أروع ولا أطيب. انتوا عم تشاهدوا الفيديو حطوا لي لايك، اكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، صلوا على الرسول، خلونا نبلش. أول شي راح نسمي بالله. وعندي 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، راح أضيف لهم شوية من الملح، راح أشغل عليهم الخلاط تقريبا لمدة 5 دقايق. وهون هو والخلاط شغال راح أضيف لهم كوب من السكر. تمام، إذا تحبوا السكر أكثر ضيفوه، بس بهاي يعني راح تطلع حلاوته جدا ممتازة. راح أضيف أنا كوب من السكر، وبعدين راح أضيف لهم معلقة كبيرة من الفانيليا. راح أضيف لهم كمان نصف معلقة من الخل الأبيض. بسم الله ما شاء الله، أنا الخل الأبيض أعتبره جدا أساسي بالكيك، فدائما أستخدمه. راح أضيف لهم كمان معلقة كبيرة من برش البرتقال، ممكن تستبدلوه ببرش الليمون. راح أضيف لهم هون فنجان القهوة، نصه زيت نباتي ونصه زبدة. ممكن تضيفوا كله زيت نباتي، بس أنا حبيت أخلطهم بالنص. وبعدين بسم الله ما شاء الله راح أضيف لهم كوب من اللبن يلي هو الزبادي. كمان مطلعته قبل بساعة أو ساعتين من البراد، يعني لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. وهون الخليط صار جاهز عندي، يعني ظلت شغال تقريبا شي 10 دقايق بالمواد السائلة. عندي كوب من الطحين المنخول متعدد الاستعمالات، راح أضيف الطحين على مراحل ونعطي الخلاط ضربات بسيطة. أنا هاي الطريقة معتمدتها بالكيك على طول، إني أعطي الخلاط ضربات بسيطة، يعني ما نشغل الخلاط نحن دفعة واحدة على كل كمية الطحين، نضيف دفعات من الطحين ونشغل عليها الخلاط لحتى تندمج كل المكونات بشكل صح. هون بعد ما ضفت كل كمية الطحين راح أضيف لهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونكملهم نعطيهم ضربات بسيطة. وهاي هون الخليط صار جاهز عندي، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. لازم يكون قوامه معاكم بهذا الشكل. راح أنزل الخلاط من الجهاز، تمام، وبعدين راح أقسمه. أنا بدي أعمله نصه كاكاو ونصه سادة. إذا تحبوا يعني تخلوه على مثل ما هو، إنه فانيليا إنه أبيض سادة، أو تعملوه كله كاكاو. أنا راح أضيف له بس معلقة كبيرة من الكاكاو. إذا حابين تعملوه كله كاكاو ضاعفوا كمية الكاكاو، يعني ضيفوا مثلا ربع كوب. وهون بما إنه نحن ضفنا البيكنج باودر، فبكل هدوء راح نبلش بالسباتولا نخلط المكونات لحتى تندمج. راح أضيف لهم معلقتين من المية المغلية. المية المغلية تعطي رطوبة وهشاشة للكيك غير شكل. كمان أنا يعني اللبن، الخل، المية المغلية ما أستغني عنهم بخليط الكيك تبعي أبدا. خليط الكاكاو صار جاهز عندي، رح ننتقل لخليط الأبيض يعني السادة الفانيليا. كمان رح أضيف له معلقتين كبار من المية المغلية، ونحرك المكونات شوي شوي لحتى يصير معانا قوام الخليط بهالشكل. صاروا جاهزين عندي. هون قالب الكيك أنا دهنته زيت ورشيت له طحين، ممكن تحطوا له يعني الطحينة اللي هي الراشة. وبعدين رح نسمي بالله ونبلش ننزل الخليط من كل مكان، يعني لحتى يصير معانا نص بنص بهاي الطريقة. بعدين بالسكين رح أبلش أعمل فيه على شكل دوائر لحتى تمتزج الخليطين مع بعضهم ويطلع عنا نص بنص، تمام، يعني مثل ما موضح عندكم. بعدين نسمي بالله ونعطيه ضربات بسيطة. رح أدخله على فرن محمى مسبقا درجة حرارة 180 شغال فقط من تحت. بعد ما تستوي الكيكة نشغل عليه 10 دقايق من فوق ونطفي الفرن ونترك الكيكة 5 دقايق بقلب الفرن، بعدين نطلعها. وهاي النتيجة بسم الله ما شاء الله، ولا أروع ولا أسهل. هون بأي عود خشبي رح نختبر الكيكة، وكان استوائها جدا ممتاز. وبعد ما تركتها تقريبا ساعة لحتى بردت وأخذت راحتها، رح نقلبها ونصلي على سيدنا الرسول. بسم الله ما شاء الله، ولا أروع ولا أطيب ولا أسهل من هاي الكيكة. إذا جربتوها مرة رح تصير عندكم إدمان. لازم تجربوها حبايبي بطريقتي، وبالعافية عليكم يا رب.